السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيبة طويلة هذه، لكن الفيديو هذا مش بتاع العادة السياسي. سكرناه القوس بتاع السياسة نهائيا من هنا فصاعدا بحول الله، باش نتحدث على مواضيع متعلقة بما هو باق مش بما هو فان، كما المواضيع اللي طرقتها في الكتاب اللي نشرته لي دار نيرفانا أواخر شهر فيفري، والعنوان متاعه جبرائيم. وجبرائيم هذايا اسم لمسافر روحاني، اسم رمزي لمسافر روحاني تحدث في الكتاب على مسيرته الروحانية طيلة 40 سنة، واللي وصلته في آخر المطاف إلى نوع من الطمأنينة والتصالح مع ذاته ومع المولى سبحانه وتعالى ومع الحياة بصفة عامة. النسخة العربية متاع الكتاب هذا باش تصدر عن دار نشر نحن في شهر هذايا بحول الله، مع 22-23 جويلية إن شاء الله. من جملة المواضيع اللي طرقتها في الكتاب هذايا موضوع يتعلق بظاهرة فكرية ودينية قاعدة تنتشر بصفة رهيبة في العالم وفي الشعوب الكل، بما فيها الشعب التونسي. الظاهرة هذه هي مسألة التناسخ أو التقمص، يعني لا ريانكارناسيون. ايش معناها ريانكارناسيون؟ ايش معناها التناسخ؟ هي قدرة الروح على العودة إلى الحياة بعد الممات ما يكفي من المرات حتى تسترجع طهارتها الأولى وتلتحم من جديد في الذات الإلهية اللي هي جزء منه. يعني الروح اللي ورثت عن المولى معناها صفاته، بما أنها خلقت على مثاله، عندها القدرة الخلق وحرية الخلق باش تستنسخ، باش تعيش في دورة جسدية جديدة. هذا مخ الهدرة، هذا بخلاصة معناها. في الكتاب تعمقت طبعا ما استطعت، لكن النظرية هذه دخيلة على الإسلام ومتعارضة تماما مع ما اتفق حوله فيما يخص مرحلة ما بعد الموت. الإسلام واضح معناها بعد الممات الروح تقعد في حالة انتظار يوم القيامة، ثم تدق ساعة الحساب، ثم يوضع ميزان الحسنات والسيئات، ثم تساق الروح إما إلى جهنم أو إلى الجنة. هذا الشيء اللي تربينا عليه ومن به ومتفق عليه من جموع المسلمين، إلى أن عرضوني خلال بحثي عن الحقيقة آيتين كريمتين اللي حسب رأيي تتحدث عن التناسخ. آية 28 من سورة البقرة اللي تقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. يظهر لي حسب رأيي وحسب فهمي مسألة واضحة، الروح على الأقل في مناسبتين تموت وتحيا. ثم الآية 5 من سورة الحج في جزئها الأخير ايش تقول؟ تقول: منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. يعني نفس الروح تموت وتحيا. حسب رأيي هذوما الآيتين تقران ضمنيا بفكرة التناسخ. الحقيقة الآيتين هذه حدثوا فيها صدمة كبيرة، صدمة فكرية كبيرة برشا، لأنها على عكس ما تربينا عليه وما أمنا به وما اتفق حوله الجموع. معناها ما فيش كلام. فهم ايش تحب لي نعمل؟ مشيت لشرح المفسرين باش نشوف شنو معناها المعاني بتاع الآية هذه وكيف يتناول المفسرون معناها المعاني الآيتين هذوما. الحقيقة معناها على المستوى المنهجي هم برشا تبارك الله المفسرين، برشا ما شاء الله معناها
وكل واحد وشنو نغمته، وكل واحد وشنو المصطلحات اللي يستعملهم، فهمتي. على كل، بعد ما قريت ما أمكن لي من القراءة، وقعت لي خيبة فيما يخص المنهجية المعتمدة من قبل المفسرين. المنهجية فيها برشا إخلالات حسب رأيي، لأنها ينطلقوا من المسلمات قيمتها نسبية ويعتبروها حقائق مطلقة، ما تجيش هكا منهجية. لكن المهم أن حتى واحد منهم من المفسرين ما ربط الآيتين هذوما بفكرة التناسخ، حتى واحد. فكرة التناسخ وكلمة التناسخ ما هيش موجودة في قاموسهم جملة واحدة. الشيء اللي خلى الصدمة متاعي والحيرة متاعي تخف شوية معناها. ففي نهاية الأمر اقتنعت بشرح المفسرين، حبيت نقتنع، إلى أن اكتشفت موقف قطبين من أقطاب الفكر الاجتهادي الإسلامي. موقف الشيخ محي الدين بن عربي في كتابه الشهير الفتوحات المكية، يقول: الروح واحدة والصور كثيرة. شو معناه؟ شو معناه الروح واحدة والصور كثيرة؟ معناها أن الروح تتجدد في أجساد أخرى متعددة، وهي اعتراف ضمني بنظرية التناسخ. والشيخ والعلامة العظيم محمد النفري في كتاب المواقف شكرا يقول، يذهب إلى أكثر من ذلك، ويقول: لا يمكن اختزال الروح في جغرافية جسد واحد. الروح ما تعرف حقيقتها إلا إذا كان مرت عبر عديد الدورات الجسدية، بحيث بالنسبة لي أنا الشيخين يعترفان ضمنيا بحقيقة التناسخ، لا جدال في ذلك، ما عندهمش تفسير آخر. شنو الشيخين زنديقين معناها زنادقة خرجوا من ملة الإسلام؟ لا، اجتهدا فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الموت، ولا ينزع عنهم اجتهادهم صفة المسلم، باش نكونوا واضحين، خاصة اللي القرآن لا حرم ولا حل نظرية التناسخ، بحيث ثم مجال الاجتهاد، ثم مجال الاجتهاد. ايه ما العمل؟ ثم حقيقة المفسرين وحقيقة الشيخين. ايش عملنا وجملي يحكي ما نقولوا بالتونسي. وفي الوضع كما هذا الواحد ما يلقى روحه امام حقيقة واحدة، هي حقيقة قلبه وعقله. وقلبي وعقلي يهزوني إلى تبني نظرية التناسخ، من جهة فهمي الشخصي للآيتين، ومن جهة أخرى موقف الشيخين، فاستقر أمري على يقين التناسخ. لكن بحثي مازال متواصل، البحث عن الحقيقة مازال متواصل. النجم من بدل رأيي، النجم من بدل رأيي إذا كان اقتنعت بغير ذلك. النجم نقتنع، المسألة مش صحة راسك ولا انتصار الأنا بفوز الحقيقة، لا لا، هذا مسألة جدية، مسألة وجودية جوهرية، ولا بد واحد يستقر على حقيقة نهائية. هذاك علاش نتمنى باش الفيديو هذا يكون نقطة انطلاق نقاش جماعي على صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، يعني مدى اقتراب ولا ابتعاد الآيتين الكريمتين إلى نظرية التناسخ، من هم على صواب، أهل التفسير ولا أهل التنوير؟ شنو هي أسباب انتشار النظرية هذه في الأوساط النخبوية التونسية؟ يعني عناصر معناها هامة تنجم تأسس لحوار معناها نقاش جدي صريح حر عميق بين التونسيين حول الموضوع هذا. طبعا حوار إن شاء الله يكون أخوي، بعيد عن التشخيص والتشويه والتجريح والأفكار المسبقة
والأحكام على النوايا إن شاء الله. فهمتني؟ هذه أمنيتي. عندي صديق حميم شدته على رأيه وقلت له ايش قولك في الاقتراح هذايا متاع نقاش حول التناسخ. ما حبش يقول لي بصريح العبارة يا مهبول، ضحك وقال لي توا الأغلبية الساحقة متاع الشعب التونسي مسخر طاقته ومهجته معناها لحل مشاكله اليومية اللي تزداد صعوبة، وانت جاي تقول ما تحدثوا على التناسخ وما التناسخ وروح وعودة الروح. قال لي باش تظهر في تسلل وما يسمعك حد. ما سمعتش كلامه والدليل على ذلك. فعليش ما سمعتش كلامه؟ على خاطر بالعكس عند الشدائد والمصائب والهموم الإنسان يحتاج باش يخرج ذهنيا من الأفق الضيق متاع الآني ليميديا ويسمع صوت مغاير، صوت يحدثه لغة الروح، لغة السماء. فمن المستحسن باش الإنسان يخلق لنفسه متنفس فكري يحرره ولو إلى حين معناها من ضغط ما هو آني وما هو فاني. وكل من عليها فان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وخاصة ما ينساش حقيقة مطلقة، ما ينساش الإنسان في نفس الوقت مع اهتمامه بالشأن اليومي ما ينساش حقيقة مطلقة. الروح الحياة هذه تمر كلمح بالبصر، الحياة هذه تدوم كلمح بالبصر. وثم في القرآن آية بالغة في المعنى هذا، بالغة في سورة الأحقاف. ايش تقول؟ تقول كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. نهار اللي روح ترتقي إلى الأفق الأعلى وتتلفت هكا تلقى روح عادت سويعة من زمان. وهنا نعيش فيها احنا، الحقيقة هذه نعيش فيها يوميا، الأيام والأشهر والسنين تطاير معناها عادك بها. توا كنت نلعب في الكورة معناها في البطحة قدام الصدقية تو. وهذا موضوع هزنا الموضوع هام جدا وعميق، مسألة وهم الزمن، l'illusion du temps. في الجزء الثاني متاع جبرائيم، كتاب جبرائيم، باش نسخر جزء هام، فصل هام على مسألة l'illusion du temps. كتبته ديجا الفصل هذا، كتبته تقريبا، كتبته انتهيت منه. دونك الانشغال بالشأن العام وبالشأن السياسي حاجة ضرورية ومطلوبة وشرعية، ويجب واحد يهتم بالشأن الدنيوي باش يخرج من امتحان الدنيا هذه بأقل الأخطاء. لكن من المهم زاد وربما من الأهم باش الإنسان يسخر جانب من مهجته للتفكير، للتهيؤ فيما هو باق، فيما هو بعد الحياة الدنيا هذه. كل كلمة وكل فكرة وكل قرار يساهم في تحديد مصيرنا فيما بعد الحياة الدنيا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه قرآن في سورة قاف ولا صاد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه مش خرافة ولا معناها، العلم ثبت هذا القول. كل كلمة تخرج ولا كل شعور يخرج يترجم بذبذبات، ذبذبات وارتداءات، دي فيبراسيون اللي يحتويها الكون، لونيفير، يترجمها على طريقته. وهذا موضوع آخر ان شاء الله نتعمقوا فيه نهار آخر. وهل العبر هذه كلها موجودة في حكمة نعرفوها الكل، كنا نعرفوها، أما ماناش مستحضرينها بما فيه الكفاية. وريت لو كانت تكون منقوشة هكا في بيوتنا معناها. أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الحكمة هذه تلخص وترسم السلوك الأمثل للمرور من هذه الدنيا بسلام والتهيؤ للآخرة في أمان. وهل الاقتراح هذا وش كان عليه إذا كان معناها إلى جانب الحوارات والصراعات والنقاشات حول مصير البلاد واللي هي مشروعة ومطلوبة وضرورية، ايش كان عليه إذا كان إلى جانب الحوارات هذه ثم نقاشات معناها على أمور روحانية، على مواضيع روحانية؟ شنو المانع؟ بالعكس ثم تكامل، والتوازن الفكري والنفسي والعقلي متاع البشر متاع الإنسان ما يتم وما يستقيم إلا إذا تناغم وتكامل البعدين الفاني والباقي. واقتراح هذا راهو ما هوش محاولة تحويل وجهة المصاعب اللي عايشتها بلادنا خارجيا وداخليا إلى اهتمامات فكرية هكا وميتافيزيقية وكذا. لا ماهيش هذا غايتي، ماهيش هذا نيتي، معنا بالكل ماهيش تحويل وجه، مش نلهي الناس بمواضيع هامشية، لا، إنما الدعوة إلى عودة الوعي الكلي للإنسان التونسي. كما قلت قبيليك التوازن النفسي والعقلي والفكري يتم عبر تصور شمولي يجمع البعدين الفاني والباقي، باش الإنسان يولي ماشي على زوج ساقيه، ساق منغمسة في الدنيا وساق تحضر روح على القفزة الأبدية، مش 60 سنة ولا 70 سنة، لا، الأبد الخلد، يا أما في العسير وإلا في اليسير. هذاك علاش يلزم الاهتمام بشيئين بالموضوعين في نفس الوقت، المادي الدنيوي والأخروي في نفس اللحظة، ما نساوش. هذا الشيء اللي حبيت نقوله في الفيديو هذا الأولاني، يتبعه فيديوهات أخرى إن شاء الله في مواضيع غير مألوفة كما هذه. والغاية متاعي في نهاية الأمر هو المساهمة أو الإسهام في أن يسبح العقل التونسي، وأنا نؤمن بالعقل التونسي. الخصوصيات متاعه ثبتت تاريخيا من خلال الاجتهادات الاستباقية الصائبة اللي حققها على مدى الزمان. بعدها أن يسبح العقل التونسي الجميل هذايا في فضاء أرحب من الموروث الفكري والديني الجامد. هكا انتهينا، استفيت الموضوع الكل. شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.